بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في الجعرانة، وبالضبط عند مسجد الجعرانة، هو المسجد الذي يحرم منه الناس بالعمرة. وعند المالكية رحمهم الله تعالى أنه أفضل مكان يحرم منه للعمرة لمن كان بمكة. عليه معظم الناس يحرمون من مساجد التنعيم ومساجد عائشة لقربها من الحرم، ويعتمدون في ذلك على أن عائشة رضي الله عنها رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام وأجاز لها أن تحرم من ذلك المكان وهي قريبة. لكن المفضل عند المالكية هو الجعرانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من هذا المكان بعد غزوة حنين وبعد قسمة الغنائم. أحرم من هذا المسجد معتمرا واعتمر ليلا عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي في المرتبة الثانية العمرة من مساجد عائشة، ثم العمرة من أي مكان من الحل. فهناك الحديبية التي وقف عندها الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في عمرة الحديبية. هناك عرفة أيضا من الحل، من أراد أن يعتمر من عرفة فلا حرج عليه، الأمر واسع. لكن الجعرانة أن يسر له أن يأتي إلى هذا المكان يحرم بعمرة من مكان أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يمكن له أن يزور شهداء حنين وهم بجوار هذا المسجد، ويمكن له أن يزور بئرا موجودة قريبة من هذا المسجد، وهي بئر من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وماؤها عذب زلال. ومن رجع من هذا المسجد باتجاه مكة سيمر على حدود الحرم، الحدود التي تفصل الحل بالحرم. هذا المسجد يوجد في الحل، وبعد مسافة قصيرة سيدخل الذاهب إلى مكة إلى حيز الحرم. والحل والحرم لكل واحد منهما أحكامه التي تتعلق به. ونرى في هذه السنة ازدحاما شديدا سبحان الله على هذه الأماكن التي يعتمر منها الناس، ربما لعلاقة كورونا، ربما لكورونا علاقة بهذا. الناس يشتاقون العمرة وإلى هذه الديار بعد أن منعوا من ذلك، وبعد أن صعب على كثير من الناس الحج